رد النجم الجزائري رياض محرز لاعب الفريق الأهلي بشكل متحفظ عندما تمت مقارنته بحارس مرمى الهلال ياسين بونو في إطار منافسة جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023. وعندما سئل محرز حول المنافسة القائمة بينه وبين بونو في تصريح نشر في صحيفة ليكيب الفرنسية، أجاب بتصريح يكشف عن تواضعه وفخره بإنجازاته. أشار محرز إلى أنه يسمع عن التحدي الذي قد يشكله بونو الذي فاز بلقب الدوري الأوروبي، معتبرا أن هذا الإنجاز لا يمكن مقارنته بتحقيقه للثلاثية التاريخية. وفي هذا السياق أظهر محرز استعداده للانتظار ومتابعة مجريات الأمور، ملمحا إلى أن القرار النهائي سيظهر في ظل تألقه وتحقيقاته الفردية وجماعية. بهذا التعليق قدم رياض محرز رؤيته الشخصية حول قيمة الإنجازات التي حققها مع مانشستر سيتي، مع إلمامه بإنجازات ياسين بونو مع إشبيلية والمنتخب المغربي. وبهذا النهج الرصين يظهر محرز تواضعه واحترامه للإنجازات الرياضية لمنافسه، متركا للزمن والإحصائيات أن تحسم النقاش حول هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023.